داخل علينا موسم الليمون والزيتون المخلل، يبقى لازم نعمل كمية حلوة علشان ندي لكل الحبايب والقرايب تبعنا، ونعمل كمية حلوة تعيش معانا لمدة سنة سليمة ما يجرالهاش حاجة خالص، من غير ما تطرى ومن غير الليمونة بتاعتنا ما تتهري خالص فيها، ومن غير الزيتونة ما تسود او تطرى معانا. هنشتغل شغل حلو قوي واعمل لك خلطة جميلة قوي. بس تعالوا الاول نروح السوق مع بعضينا، نجيب معانا الزيتون والليمون والمخلل وكل حاجة حلوة علشان نبدأ الشغل مع بعضنا. اخدتكم النهاردة كده حتة كده في السوق، الساعة دي الوقت كده حوالي 6:30 الصبح. قلت اخدكم معايا وانا رايحه اجيب الزيتون والليمون. انا لما بحب اروح السوق بحب اروح من بدري قبل الدنيا ما تزيد كده جامد، ولا الدنيا تكون زحمه ولا حاجه. ممكن تكون الحاجه سعرها ممكن يكون عالي سنه، بس بتكون حاجه نظيفه محدش بهدل فيها ولا حد نقى فيها لسه، وفي الوقت نفسه الدنيا مش زحمه حواليا وانا بنقي، يعني بنقي براحتي وببقى مطمنه ان الدنيا تمام باذن الله. خدتكم بقى معايا الجوله الجميله دي كده على الصبح، ونهاركم ان شاء الله كده يوم مبارك وسعيد وحلو قوي زي العسل. هقول لكم على كل الاسعار النهارده اللي احنا اشتريناه من زيتون وليمون وكل حاجة. تعالوا كده نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتعالوا هنا كده من البداية. جبت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللي معايا ده كله كده، وجبت كمان حاجات تانية بس هنتكلم في المخلل بس النهاردة. جبت معايا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك 15 كيلو من الليمون. 15 كيلو من الليمون، الكيلو فيهم ب25 جنيه. في ناس كانت بتبيع في السوق ب40 جنيه، وفي ناس كانت بتبيع ب35 جنيه، وفي ناس كانت بتبيع ب30، وفي ناس كانت بتبيع ب25. حسب بقى ما انت هتنقي او هتجيبي على بعضي. بس احنا بسم الله ما شاء الله الراجل اللي احنا وقفنا عنده ده ربنا يبارك له يا رب، ادالنا الكيلو على 25، يعني ال4 كيلو ب100 على حسب ما انت عايزه المقدار اللي انت محتاجاه. لما قلت له يعني احنا هنعمل مخلل ونجيب كميه كبيره فاداني زي التاجر ما بياخد. جبنا كمان زيتون مخلل. الزيتون ده زيتون تفاحي نوعين. الزيتون الاولاني اللي انا فضيته ده الكيلو فيه ب50 جنيه، لانه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك متنقي، والزيتونه فيه حلوه، يعني النوع الفرز الاول زي ما بيقولوا، يعني فاهمني. بس كده الزيتون اللي انا بفضيه ده بقى، ده زيتون برضو تفاحي، بس ايه بقى، مخلط، واحده مستويه واحده نيه واحده صغنونه واحده رفيعه. الكلام ده كله بيبقى في الكيلو ب30 وب35 جنيه. بيبقى فرق طبعا في السعر، بس طبعا الزيتونه الحلوه بتبقى حلوه، بحيث ان انا اخلي الحاجه ما اخليلش نقو كله، يعني اخلي الزيتونه تفاحه حلوه اكل منها لما اشبع بتبقى حلوه، ولما بتستوي بتبقى جميله. الفلفل الاخضر جبنا فيه الكيلو على 15 جنيه، جبنا 3 كيلو ب45 جنيه. الفلفل الرومي جبنا الكيلو على 12 جنيه ونص، جبنا حوالي 4 كيلو او 4 كيلو ونص. تمام. طيب كده جبنا الحاجات بتاعتنا اللي احنا محتاجينها. احنا جبنا جزر كمان، بس انا مش هشتغل بالجزر. انا عاده عندي لما باجي اعمل مخلل ما بحبش احط فيه جزر، الولاد عندي ما بيحبوهوش، وطالما الولاد ما بيحبوش خلاص انا يعني ما بعملش الا الحاجه اللي الولاد بيحبوها. تعالوا بقى كده مع بعضينا، احسبي حسبتك براحتك على قد المقادير اللي انت هتجيبيها او المكاييل اللي انت هتجيبيها. احنا ده الاسعار عندنا في السوق بتاعنا النهارده، وانتوا بقى برضو شوفوا انتوا اسعاركم عامله ازاي. تعالوا بقى كده نروح عند الحوض نغسل الليمون والزيتون والفلفل ونغسل كل حاجه وهي لسه قبل ما نشقق اي حاجه خالص. حطيت الليمون بتاعي في طبق كبير بحيث ان انا هسلقه في الطبق الالومنيا ده. لو عندك حله بقى الومنيا مسبوخه من جوه، يعني مسبوغه من جوه، جوه زرقاء قوي ومش عارفه تنضفيها، اسلقي فيها الليمون. بس انا طبعا اني اخد ميه الليمون دي استخدمها لسقي الليمون، فهسلقها في حاجه نظيفه علشان خاطر الالومنيا ما تصبغش عليها، ما تصبغش عليها رصاص وتبهدل لي المخلل بتاعي. انا بقى هستخدم النهارده طبق الاستانلس عشان خاطر هسلقها فيه، وبعد ما اسلقها فيه مش هدلق الميه، علشان كده اغسليه كويس قوي قبل ما تحطيه على النار. حطيته بقى على النار كده وهغطيه وهسيبه. تعالوا بقى نكمل بقيه غسيل الحاجه بتاعتنا، بس بحيث ان هي الليمونه كلها تكون متغطيه بالميه علشان خاطر تستوي كلها زي واحد. انا مش هسوي الليمون جامد، انا هديه فوره بس كده بحيث ان هو يعني ما يقعدش سنه سليمه لغايه ما يستوي، لا يستوي معايا في حدود شهر، بحيث ان انا لو هاكل فيه بعد شهر ماشي، او هخليه طول السنه مفيش مشاكل برضو. بس حته الغلوه دي بتخليه مفيهوش مراره خالص معايا، وفي الوقت نفسه بيستوي معايا بسرعه لو انا حابه اكل منه بدري. تمام. جبنا بقى هنا الزيتون بتاعنا، وده النوع اللي هو الغالي اللي هو بالخمسين وب45، اللي هو النوع الغالي، لانه متنقي واحده واحده، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك الزيتونه بتاعته كلها كبيره وحلوه. تمام. ما فيهوش بقى من النوع اللي هو المستوي البنفسجي ده او الصغيره او الرفيعه او حاجه. هغسل برضو الزيتون حلو قوي واصفيه من الميه علشان خاطر اتاكد ان ما فيهوش ريحه الميه اي حاجه خالص. وبعد كده هبدا ان انا اشققه، بحيث ان انا لما اشققه ما اسقيهوش ميه تاني اي حاجه من اللي انا هعملهم اللي جايين دول. يعني شايفه الفرق هنا بين الزيتونه دي والزيتونه دي؟ فرق طبعا. ودي بتبقى بقى كلها لحم كده وحلوه بتبقى جميله. دي طبعا سعرها رفيع شويه، يعني حجمها رفيع شويه، هخللها لوحديها من غير الخلطه اللي احنا هنعملها. اما الورق بتاعها بسيبه زي ما هو، الورق ده عامل زي ماده حافظه فيها كده ما بيضرهاش خالص.
صفيت بقى الزيتون بتاعي كويس من الميه، وهبدا احول كل الحاجات دي تاني، بس بعد ما اغسل الفلفل واغسل كمان الفلفل الاخضر. وده غسلت ده وبرضه هحطه زي ما هو كده صفيه، بحيث ان انا لما افتحه ما يبقاش فيه خالص كميه ميه من جوه، علشان ما يخليليش المخلل بتاعي يريم معايا بسرعه، او يعمل ريمه بيضه كده او عفن بسرعه. كده لما بغسله الاول قبل ما افتح اي قرن فيه، بيفضل معايا ما فيهوش مش شارب ميه، علشان كده بغسله قبل ما اشتغل فيه خالص. برضو الفلفل الاخضر بتاعي نفس الشكل، بغسله برضو قبل ما افتح بيه القرون بتاعته، لان انا هفتحه علشان خاطر ياخد من المخلل بتاعي، وياخدوا لبعضهم يدوا طعم لبعضهم يبقى حلو. فهمتوني؟ يعني لو فيه شطه شويه او حرقان شويه ينزل في المخلل بتاعي يديله طعم، وياخد من المخلل بتاعي يبقى جميل. تعالوا بقى كده بعد ما خلصنا حاجتنا ونقلناها تاني، هنبدا ان احنا نقعد هنا بقى براحتنا كده عشان نعمل براحتنا. جبت الزيتون بتاعي، وكل زيتونه هبدا اديها شقتين من الجنبين، من هنا او من هنا اهو. تمام، شقه اتنين تلاته على حسب، ولو شقه واحده مفيش مشاكل خالص، يعني سكعه واحده بالسكينه كده اهو. بس ده هخليه برضو لوحده، وده هخليه لوحده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. برضو الفلفل هنعمل نفس النظام، عين القمعه بتاعتها من فوق، وابدا اديها شقه صغنونه قوي، بحيث ان هي تنزل حرقان او شطه في ميه الليمون، وكمان في الوقت نفسه تاخد من الليمونه وتستوي. ما احطهاش سليمه، لو انا حطيتها سليمه مش هتستوي حلو، وفي الوقت نفسه مش هتنزل طعم لليمونه بتاعتي. تمام. هكمل برضو بنفس الشكل ده كده لغايه ما بخلص بقيه الكميه. تعالوا برضو في الفلفل بتاعنا الاحمر، اللي هو اللي احنا هنعمل بيه الخلطه بتاعتنا السريه اللي انا بقول لكم عليها. هنعمل خلطه سريه ممتازه لليمون والزيتون، هتخليكي تاكلي منه ما تشبعيش، ولو قعد معاكي سنه عمره ما هيعمل ريمه بيضه ولا عفن ولا اي حاجه ابدا. وبسم الله ما شاء الله، الطريقه دي انا معتمداها من سنين السنين، واحنا على القناه الكبيره بتاعت ام يوسف الريف الكبيره كنا دايما بنعملها، وبسم الله ما شاء الله ناجحه وحلوه. باخد بقى كل الفلفل ده كده برضو، بعين منه النقايه من جوه، وعين منه القنعه بتاعتها من بره، وبنضفها بنفس الشكل ده كده. وهعمل بقى كل الكلام ده كده عشان ما اطولش عليكم، وتعالوا نشوف الليمون بتاعنا اخباره ايه. عبال ما وضبت المخلل بتاعي، كان الليمون بتاعي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كده بدأ بسم الله الله اكبر يدي طقه بسيطه من الجب، وطالما بدأ يديني طقه بسيطه من الجب، لو واحده بس، لو ليمونه بس واحده اخدت الطاقه دي، خلاص بطفي النار واغطي عليهم يكمل تسويه بسيطه قوي. اما لو انا نسيته وغلى مني وكله طق 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 فتح جامد، بطفي عليه واصفي من عليه الميه على طول. تمام، ما بدلقش الميه لان هحتاجها. دي بقى بطاطا كنا جايبينها برضو معانا من السوق، بطاطا بيضه، وانا بحبها قوي قوي قوي. تعالوا بقى هنا كده، جبت الليمون بتاعي بعد ما برد خالص، وبعد ما كملت تشقيق الزيتون والليمون بتاعي لانه اخد معايا وقت شويه، كانت ميه الليمون بردت. تمام. هاخد بقى كل الليمون ده كده اصفيه واسيب الميه زي ما هي، زي ما قلت لكم، لان انا هكمل بيها سقو البرطمانات عندي. بدل ما اغلي ميه وابردها، لا دي ميه مغليه وفي الوقت نفسه فيها طعم الليمون، وفي الوقت نفسه يعني مغليه وبارده حلوه معقمه يعني. اما لو انا بقى مش هحتاجها لسقو الليمون، اعملي بيها تنظيفات البيت بقى، نظفي بيها البوتاجاز، نظفي بيها الرخام، نظفي بيها ارضيه المطبخ، نظفي بيها اي حاجه انت هتنظفي بيها بتبقى جميله. عايزه تزودي بيها على صابون سايل اللي يريحك انت. تعالوا بقى هنا كده، بعد ما صفيت الليمون بتاعي من الميه، هعمل الكميه دي قدامكم، وهكمل برضو من ورا الكاميرا يعني من بعديها. هبدا اخد السكينه تكون مشرشره، وفي كل الشغل بتاعي النهارده سكينه مشرشره بسيط، علشان ما تحورش ايدك في الوقت نفسه، تساعد معاكي في تفتيح الليمون على طول. شوفوا انا بعمل ازاي، باخد يعني بمسك من عند قمع الليمونه من فوق ومن تحت، وبشق من النص من مكان الفتحه اللي مفتوحه في الليمونه، وبفتحها لغايه قبل الاخر بشويه، واقرص عليها قرصه واحده بس كده زي ما انتم شايفين في المصفى، وتحت المصفى حله اهي، بحيث ان المصفى بتاعتي بتاخد البذره بس بتاعه الليمونه، اما الميه كلها بتنزل لتحت. تمام. ومش بفضي الليمونه قوي وانا بفتحها. في المرحله دي لو انت دوستي على الليمونه قوي وعصرتيها قوي، وميه ولحمه الليمونه نزلت في المصفى، ما بتبقاش الليمونه حلوه، بتبقى قشر كلها وما بتبقاش حلوه. انا هدوس نص دوسه، لا هي اللي بفضي الليمونه قوي ولا هي اللي بخلي فيها قوي. تمام. بكمل بقى بقيه الكميه زي ما احنا عاملين كده بالظبط. ريتاج بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ساعدتني بجد، الله يديها الصحه ويبارك لها. وانا بحب ادخلها دايما في الحاجات اللي زي كده، علشان كل ما تكبر كل ما تتعلم الحاجه تكون سهله عليها، وبراحتنا واحده واحده كده واحنا بنعلمها. تعالوا هنا بقى كده، خلصنا كل الكميه بتاعتنا، صفيتها بنفس الشكل. الميه دي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هنسقي بيها الليمون برضو، بس هنركنها على جنبنا دلوقتي. جبت بقى الفلفل بتاعي، اللي هي المرحله اللي جايه دي بقى، هبدا اهرس الفلفل ده كله. اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا رب، اللهم امين. هبدأ بقى اخد الفلفل بتاعي كله اللي انا فضيت منه البذرة اللي فيه او القمعة او الحاجات دي كلها،
ونضيف وحلو زي العسل، ما فيهوش ولا واحده بايظه. اهم حاجه هاتي يوم مخلل بتاعك، اعمليه على طول في نفس اليوم، ما تبيتيهوش علشان ما يبداش يبوظ منك الليمون او الفلفل او اي حاجه. تمام. اهو بدات هاخد بقى كميه من الفلفل بنفس الشكل، وعلشان الخلاط يمشي معايا سهل، انا كده كده مش هحتاجها ناشفه قوي، يعني هحتاجها فيها كميه ميه بسيطه علشان احشي بيها الليمون. وعلشان اجيب كميه ميه، بدل ما اجيب ميه من الحنفيه وبرضه تعمل ريمه في الليمون، لا هاخد ميه من ميه الليمون اللي انا سلقه فيها، وازود فيها على الخلاط زي ما انتم شايفين، واهرس الخليط بتاعي، علشان دي بقى اللي هحشي بيها الليمونه بتاعتي. هتحشي بقى بالخلطه دي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بس استني عشان اقول لك هتحطي ايه فيها تاني عشان يظبطها لك حلو، وبرده الليمون بتاعك ما يريمش ولا يضطر ولا اي حاجه. شايفه الخلطه بتاعتي؟ لا هي خشنه قوي حرشه قوي، ولا هي ناعمه قوي، يعني مخليها بين البنين كده، لا هي ناعمه قوي ولا هي حرشه قوي. تمام. عشان كده بساعد معاها بميه الليمون تتفرم سهل معايا في الخلاط او في الكبه. تعالوا بقى هنا كده، جبت هغلي 2 كاتل من الميه واحطه على ميه الليمون دي علشان تكفيني، علشان ما اضطرش ان انا في الاخر اسقي بميه سخنه، انا عايزاها جنبي كده تبرد لغايه ما اخلص بقيه الحشو بتاع الليمون بتاعي والمخلل. اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا رب، اللهم امين. جبت هنا بقى، كنت جايبه عندي شنطه ملح قبل كده، انا بحب اجيب الشنطه على بعضيها علشان البيت والظروف والليل والنهار والكلام ده، فكانوا فيها حوالي 10 اكياس من الملح اللي باقيين فيها، يعتبر ههلكهم كلهم او هاخدهم كلهم وهكمل عليهم كمان من اكياس تانية. الكيس ده اللي هو 600 جرام، اخدنا حوالي 5 اكياس او 6 اكياس حطيناهم في الخلطة. تمام، يعني حوالي يجي 3 كيلو من الملح او زيادة شوية كمان، ولان انا عايزة الملح بتاعها زيادة شوية، مش عايزاه دلع، لان برضو لو دلع هيريم معايا ويضطر معايا ويبوظ مني. ما تخافوش خالص من الملح، المخلل عندنا عامل زي السمنة البلدي بالظبط، بياخد الملح بتاعه ويسيب الباقي، ما هو زي الجبنة القديمة. لا المخلل عندنا بياخد ملحه بس، والباقي بيفضل في الطبق من تحت. بس انا طول ما انا بحشي بقلب في الملح. انا حطيت الثلاث اكياس الاولانيين دول ودقت الملح لقيته ضعيف جدا، لقيته اهو 600 جرام زي ما بقول لكم، لقيت الملح قليل، ما ينفعش ان انا اعمل مخلل يبقى ملحه قليل، لا المخلل عندي بيبقى ملحه عالي علشان خاطر يعيش معايا، وفي الوقت نفسه ما يعملش ريمة على الوش ولا عفن. بس بدوق كده بسيط لقيت الملح بتاعه عالي شوية، خلاص على كده الدنيا تمام. هبدأ بقى اجيب البرطمانات بتاعتي اللي المفروض انا غسلاها من قبلها بيوم ومنشفاها ومعقماها، يا اما انا جايباها جديدة حسب ما انت ظروفك وامكانياتك. تمام. انا طبعا علشان الموسم ده موسم انا بحبه، بحب ادي لاي حد كده حاجة بسيطة يدوقوا كده من الحاجة بتاعتنا. ف طبعا لان الجيران بيشوفونا والحبايب والقرايب، فبحب ان انا اوزع حاجات بسيطة مش شرط كتير، يعني راضي راضي كده ربنا يراضينا ان شاء الله. باجيب بقى الليمونة عندي وباعملها بنفس الشكل كده، باخدها وبحط فيها حشوة من الخلطة دي. الخلطة دي لو حابة تحطي عليها عصفر حطي، حابة تحطي عليها حبة البركة حطي، بس ما تحطيش حبة البركة مطحونة، لو طحنتيها وحطيتيها هتسود الليمون معاكي. انما لو حابة تحطيها كده من غير ما تطحنيها مفيش مشاكل خالص، بتبقى حلوة. انا عن نفسي برضو مش بحبها علشان الولاد عندي ما بيحبوهاش، فما بضطرش ان انا احط حاجة الولاد ما بيحبوهاش. باقلب بقى الملح كويس، بابدأ أحشي بنفس الشكل، الليمونة عندي متشققة فاضية نُص ونُص من القلب، باحط بدل النُص ونُص اللي أنا نزّلته ده، باحط بداله حشوة من الخلطة دي، وباحط رق ليمون، رق زيتون، رق فلفل على حسب ما أنتِ عايزاه، عايزة تكتري فلفل، عايزة تكتري زيتون، عايزة تكتري ليمون، عايزة تحطي التلت والتلت والتلت بس. بس أنا باحب أدّي تشكيلة في البرطمان، بحيث إن أنا لمّا آجي أطلّع تطلع تشكيلة مع بعضيها، وفي الوقت نفسه كله ياكل من بعضيه، يعني كل الطعم ياخد من بعضيه، طعم الزيتونة، طعم الليمونة. الزيتونة أنا اديتها شقة علشان تاخد من طعم المَيّة بتاعة الليمون، والطعم بتاعه بيبقى حلو مع بعضيه كده وتستوي حلو. ولو حابة تحطي الزيتون سادة، لأ أنا باحب أدّيه شقة كده علشان إيه، ياخد من المَيّة بتاعة الليمون تدّيني طعم جميل للزيتونة، والفلفل كمان. تمام. بس كده، أهم حاجة إن أنا على وش البرطمان من فوق باحط رق ليمون. تمام كده، يعني على وش البرطمانات من فوق آخر حاجة 4، 5 ليمونات كده من على الوش علشان أتأكد إن كل الحاجة اللي تحت هتستوي، لأن الزيتونة مش مستوية والفلفل الأحمر الأخضر مش مستوي، أما الليمونة يعتبر مستوية نُص ونُص، والحشوة اللي فيها هتكمّلها تسوية. هاكمّل بقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الكمية بنفس الشكل اللي أنتم شايفينه ده، هاملة بقى برطمان، 2، 10، 20، 30، كتير، صغير، اللي أنتِ حابة تعمليه، ربنا يوسّع عليكم ويرضيكم ويرضى عنكم ويرزقكم من واسع فضله. نفس الشكل اللي أنتم شايفينه ده، شايفين البرطمان بيبقى شكله حلو إزاي؟ بنفس الشكل كده.
كل سنة وانتم طيبين حبايبي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عملنا الكمية دي كلها. حبيت ان انا اعمل شوية زيتون من غير الخلطة اهو. هو ليمون زيتون وفلفل بس. شايفين مليت الثلاث برطمانات دول، وهخليهم على جنب وهوريهم لكم برضو لما يستووا هيبقى طعمهم عامل ازاي ولا شكلهم عامل ازاي. حطيت نص الخلطة اللي في الحلة اللي انا صفيتها من الليمون على الخلطة اللي انا هحط فيها الهريسة بتاعة الفلفل على البرطمانات اللي معمول فيها الفلفل. وهخلي النص التاني هعمله للبرطمانات اللي هي فيها الزيتون بس علشان تسوي الزيتون عندي حلو تمام وتديله طعم جميل. هبدأ ازود ملح، كل ما هلاقيه ناقص ملح هزود علشان خاطر عايزه الحقيق بتاعه مظبوط. هبدأ بقى كده بكوبايه واسقي كل البرطمانات عندي. الخلطه الاولى دي هسقي منها كل البرطمانات انصاص انصاص كده، وارجع لو حبيت ان انا ازود الخلطه ميه تاني علشان يبقى كل البرطمانات واخده سقي كل واحد. واخدين بالكم معايا؟ يعني مثلا الخلطه دي شطتها تقيله شويه، او خلطه الليمون فيها تقيله شويه، او خلطه الهريسه فيها تقيله شويه، فهضطر ان انا احط منها في كل البرطمانات. وهزود ميه بقى من ميه الليمون اللي انا سالقه فيها، بحيث ان كل البرطمانات تبقى واخده كلها هريسه زي بعضيها، ميه ليمون زي بعضيها، ميه من سلق الليمون زي بعضيها. ما يكونش برطمان يعني هريسته كتير وبرطمان هريسته قليله، يبقى طعمه مش حلو. فهمتوني؟ بس كده هكمل بقى بنفس الشكل كده لغايه ما اسقي كل البرطمانات عندي. لقيت عندي جوز جرادل من بتوع الحليب كده، بتوع اللبن. لقيت عندي كمية ليمون فايضة، فمش معرفتش بصراحة اجيب زيتون منين، وكان الوقت ده كان يعتبر الساعة 1 بالليل والمحلات قفلت جنبنا. فاضطريت ان انا احطهم في البرطمانات اللي انتوا شايفينها دي برضو. وعلشان نضمن ان هم يبقوا كويسين وتمام، هبدأ احط على وشهم كمية من الزيت علشان خاطر برضو ما يعملوليش ريمة من على الوش. اخدتوا بالكم؟ حابه تحطي بقى زيت زيتون ويعينك ربنا يقويكي وهاتي وحطي وبألف صحه وهنا. مش متوفر عندك زيت زيتون عادي خالص، حطي زيت من العادي خالص بتاع الاكل، بس ما يكونش زيت تومين عشان ما يديش للمخلل بتاعك ريحه مش حلوه. تمام. حطي زيت من ابيض، يعني هاتي ازازه كده من الحلوه الصغنونه البيضه دي، كفي بيها حاجتك وبعد كده ربنا يدبر الامر ان شاء الله. هنا بقى مليت كل البرطمانات دي بالهريسه. هاجي بقى لدول ميه ليمون بس، ميه ليمون بس، من سواء السلق او ميه ليمون اللي احنا صفيناها من الليمون. زودت عليها بس شفشق ميه من الفلتر، يكون ميته يعتبر من ميه الفلتر حلوه. زود ملح بقى الحلو واظبط ملحي واسقي البرطمانات بتاعتي. ده لو انت حابه تعملي زيتون بس لوحده. هوريه لكم برضو ان شاء الله، ويا رب بس طريقته تنجح وتبقى حلوه. حبيت ان انا احط عليه كميه من عصير الليمون علشان تسويه وتخلي طعمه حلو. بس عندي البرطمان الازاز ده ملهوش غطا، هنحط عليه كيس بلاستيك وهنحط عليه استيكين 3 كده بحيث ان هم يمسكوه يبقى كويس. بس بعد ما نسقي كل البرطمانات آه، يعني شوية زيت من على الوش عشان اضمن ان باذن الله كله باذن الله كده ما يعملش ريمة ولا عفن على الوش ولا حاجة. البرطمان اللي هفتحه هو اللي هاكل منه، مش هفتح كام برطمان واكل منهم. هو برطمان واحد افتحه ويخلص وارجع بعد كده افتح غيره لما يخلص. احطه فين؟ احطه في المطبخ. بس اول يومين 3 هحطه على الرخامه لغايه ما احس ان هو بدأ ياخد ويدي مع نفسه ويزيد ويقل ويشر ويعمل كده. وبعديها لما الاقيه خلاص هدي وما بقاش يشر بقى ميه من ميه الليمون، ابدا احطه في ضلفه من البرطمانات من المطبخ، وافرش تحتيه فرشه كرتونه او مشمع او قماشه او اي حاجه. وبعد كده بعد اسبوع واتنين وتلاتة اغير الفرشة دي علشان هيكون شارر عليها بقى زيت، مية ليمون، الحاجات دي كلها. هقفل بقى برطماناتي كويس واضمن ان مقفله كويس. عايزه تحط كيس بين الغطا وبين البرطمان مفيش مشاكل، حابه تقفليها بنفس الشكل مفيش مشاكل. كميه الزيت اللي احنا حطيناه على الوش هتحفظه لنا ان شاء الله، مش هتخليه يعمل ريم ابدا. خلي البرطمانات يكون واخده روح كده علشان ايه؟ زي ما قلت لك حطيها على الرخامه اول يومين 3 لغايه ما تنزل الميه الزياده اللي فيها. يلا حبايبي اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.